السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ فيديو جديد عاوتاني. اليوم الاخوان الحراره طالعه في مراكش بزاف، باقي الصيف ما بغاش يمشي في حاله. اليوم شي 40 الحراره، ولكن واخا هكاك موسم الانتاج ديال الفريخات ديالنا راه بدا. السنيدقات والعشاش راه حطيناهم كما شفتوا الفيديو اللي فات. اللي عنده شي فريخات يحط لهم العشاش، راه هذه هي الفتره المناسبه. بالنسبه للبيروش والكالوبسيت طالع ليا فوق راسي. اش كدير تما؟ الكالوبسيت حتى هما الاخوان راه حطيت لهم العش، هادو راه تيبانوا ليا غابرين، واقيلا راه داروا شي حاجه، هادو مازال. المهم البيروش راه بدا الخدمه، خيسوس وزوج كوبلات. هادي مازال شويه نقلبوا، واحد شويه نقلبوا العشيشات. الزبراس حتى هما اولي مودان حطيت لهم السنيدقات وفرشوا العشاش بهاد الخيوط، كنحط لهم الخيوطه كيفرشوا بهم. المهم هما راه قربوا يفرخوا. هادشي اللي كاين الاخوان. بالنسبه لهاد الانواع الفراخ اللي شفنا دابا، راه ممكن يفرخوا العام كامل. علاش حنا كنقولوا بدايه الموسم ونهايه الموسم؟ حيت حنا كنعطيوهم واحد الفتره ديال الراحه باش يتسالحوا فيها، اللي هي فتره ديال الحراره في الصيف، من شهر 6 حتى شهر 9. 6 7 8 الماكله والنعاس، ما كاينش التفراغ، حفاظا على صحه وسلامه الاناث، اناث البادجي او البيروش. علاش؟ لان الانثى كدير واحد الخدمه كبيره، فهمتي؟ كتحطو بيض، كتحضن 18 يوم ولا 20 يوم، كتوكل الفراخ ديالها. الا كانوا 5 6 ولا 7 الفراخ، يعني كتعب. الا خليناها العام كامل كتفرخ عش ورا عش ورا عش، غادي نهلكوها مزيان، غادي تهلك، الصحه ديالها غادي تموت، حيت هي ماشي ماكينه، هي كتحتاج للراحه. الا خليت لها العش العام كامل، غادي تخدم معايا السنه الاولى. السنه الثانيه غادي يبدا الانتاج كيضعف، تولي تحط البيض قليل، تولي كتاكل البيض ديالها، تولي تعطيوك فريخات ضعاف بدنيا، فهمتي؟ اللهم نعطيوها واحد 3 شهور الراحه في العام، كتسالح فيه، كتاكل وكتنعس وكتريكوبيري هذاك الجهد اللي ضاع في الموسم كامل. هذا بالنسبه للبيروش وهادو والكالوبسيت او الكوكتيل. شوف فينا اش كدير. اما بالنسبه للكناري او الطيور المغرده بصفه عامه، فهي ما كتخدمش العام كامل. هادو الاخوان الكناري عندهم موسم خاص ديال الانتاج، اللي هو فصل الربيع، كيبدا من شهر 3 حتى لشهر 6. هذه هي الفتره فين كيخدم الكناري. ما يمكنش يفرخ في الصيف، واخا نحط ليه انا العش، ولا في البرد واخا نحط لهم العش، ما غاديش يفرخوا، لان ماشي الموسم ديالهم، يعني طيور موسميه كنقولوا لها. هادشي اللي كاين. اما باقي الفراخ راه يقدروا يفرخوا العام كامل، ولكن حنا كنعطيوهم واحد الفتره ديال الراحه باش يبقاو في صحه مزيانه. هادشي اللي كاين الاخوان. دابا غادي ندوروا واحد الدويره على العشاش، نشوفوا شنو واقع. وغنديروا واحد الطبخيره لهاد الغرفه هادي، واحد الطبخيره اللي كلكم عارفينها، كطرد الحشرات. شوف هذا طيح ريشه كتبدل، باقي انت في البداله، طاحت لك ريشه، طاحت لك ريشه، باقي مسكين كيبدل. هذا ماشي مشكل. اش كنا كنقولوا؟ غادي نبخروا الغرفه، غنطلقوا واحد البخار، كلكم كتعرفوه، واحد المنتوج كيطلق واحد الدخان اللي كيطرد الحشرات اللي في الغرفه، او اي فيروسات او ميكروبات في الهواء، ومزيان للجهاز التنفسي ديال الطائر اللي كيستنشق هذاك الدخان. غادي في الاخر غادي نبخروا الغرفه. هذا الشيء اللي كاين. وغادي نقلبوا البيض ديال البيروش، واش ملقح وفيه الجنين ولا بيض خاوي ما لا يقل حتى شي حاجه، على بركه الله. المهم الخوت، الا بغينا نفحصوا البيض واش عامر ولا خاوي، كنستعملوا بطبيعه الحال المصباح السحري ديالنا او البيل ديال التليفون، بحال. المهم الخصوص الاخوان مؤخرا كنجرح في الرجيله ديالو،
وكنا داويناه درنا ليه شويه ديال الكول، وبدا بقى واحد 3 ايام هنايا بوحدو، ودابا راه تشافى الحمد لله، برا ما بقى فيه والو ياك دريتي. وراه رجعتو للزوجه ديالو لان الزوجه ديالو حاطه البيض، ما يمكنش نخليها بوحدها لانه كيونسها مسكين. المهم قبل ما نفتحوا العش غادي ناخذوا الاذن من الانثى، نقول لها خرجي خرجي اختي خرجي، ونجبدوا العش ديالنا. بسم الله. 5 البيضات، 5 ديال البيضات كما كتشوفوا الاخوان. النجاره راه كثرتها كاع، ندير غير شويه النجار. هاد 5 البيضات دابا غادي نقلبوهم واش عامرين ولا خاويين. غادي نديرو هاد الاولى هكا، بسم الله. فين هي؟ غنديرو هاد الاولى بحال هكا، وغادي نشوفو كاينين فيها العروق كيبانو. شتيها هادي عامره، هذا خيسوس صغيور بيجي في الطريق. هادي تبارك الله حتى هادي فيها العروقه، شتي العروقه؟ اذا انت هذا خيسوس رقم 2. البيضه الثالثه الاخوان باقي ما بايناش، يقدر هادي هي الاخرى حطات. البيضه الاخرى هادي تبارك الله راه هما فيها العروقه، شتيهم؟ خيسوس رقم 3. نشوفوا البيضه الاخرى هادي حتى هي الله حطاتها باقيه جديده. هاد العمليه هادي كنديروها الاخوان من بعد ما كتحط الانثى اخر بيضه، وكنحسبوا 7 ايام عاد كنبدا نفحص البيض ديالي باش نتاكد بان البيض واش عامر ولا خاوي. الا كان خاوي حاول انك تتخلص منه، ما تخليش هذيك اش كدير انت؟ عندك تاكل لينا البيض. سير. الا قلبتي من بعد 7 ايام ولقيتي البيض خاوي، ما تخليش كامل، ما تخليش الانثى معذبه وحاضنه على والو، كتضيع عليها الجهد ديالها. سير فحك هي كل ليا البيض. واش بدك خيسوس تاكل ليه ولادو. قلنا الاخوان ما تخليش الا كان البيض خاوي ما تخليش الانثى حاضنه، كتضيع غير الوقت وكتضيع الجهد ديال الانثى. حيدو وخليها تدخل في دوره جديده. نرجعوا لها دابا هادي البيض ديالها. والله الا تبارك الله خيسوس دابا عنده 5 سنين في عمرو وباقي كيلقح، اللهم بارك. ولكن هذا النوع الاخضر تيكون شويه مجهد، اللهم بارك، كيطلع على وليدات. المهم بالنسبه للاخوان اللي ما فرخش لهم البيروش مده طويله، راه شوف البيروش راه من اسهل الطيور في الانتاج، غير عندك شي خلل، كاين شي خلل تما او البيئه ماشي هي هذيك، الطيور ما مرتاحاش، القفص تيتغير من بلاصه لبلاصه. اول حاجه القفص خصو يبقى معلق فيكس في واحد البلاصه ما يتحركش. ثانيا الاضاءه، الضوء الاخوان النافذه كيدخل منها الضوء، خص الطير يشوف الضوء ديال النهار او لا الضوء اصطناعي في الغرفه. المهم الغرفه تكون مضويه. ثالثا هذاك المهم هاد الامور هادي راه تكلمنا عليها شحال هادي في فيديوهات قدام بلا ما نبقاو نعاودوها. هاد الزوج هذا، هاد الذكر الازرق مع الزوجه ديالو، خرجي هاهي. تخيل معايا دابا هادو تزاوجوا قبل من هادو هما الاولين تزاوجوا، هادو هما الاخرين، هادو مازال ما بيضوش وهادو بيضوا. يعني حسب الجهوزيه كل انثى كيفاش دايره الجهوزيه، كاينه كتجهز دغيا، كاينه اللي كتعطل. هادشي اللي كاين. هادو حتى هما من الاوائل يلاه وضعات من البيضه الاولى. باش نشوف هانتوما هادي حتى هي من الاولين اللي تزوجوا عندي. هادي يلا اول بيضه اليوم، يعني ما كاين لاش نفحصها لانها ما غادي يبان ليا فيها والو. غنرجعها فهمتوا الاخوان هادشي اللي كاين. اذا خيسوس غادي يجي يتزاد عنده خواسيس الصغار. باقي لينا هاد العشيش هذا نقلبوه ديال الكالوبسيس. هاد الكوبل هادي باقي ما وجداتش مزيان 100%، داكشي ما حطيتش لها العش. بان لي الذكر باقي غير مستعد. باش تعرف الكالوبسيت قربوا يفرقوا، هو الذكر كيولي بحال شي صفاره ديال الانذار، كيبقى كيصفر النهار كامل وما يزقاش.
شوف كوبله زوينه تبارك الله. هاد الذكر هو اللي تحت، ها هو، ها هي النتيوه ديالو، هاي اللهم بارك. السيمانه الجايه نجيب لهم الصندوقات ديالهم. هذا الاخوان احسن زوج عندي، هما تبارك الله. الانثى اللوتينو مع الذكر ديالها الحبشي الرمادي. شوف تبارك الله كيدير التاج ديالو، من احسن الذكور في الانتاج، اللهم بارك. اما كنقلق يمكن خاصم مع مراتو. غادي نشوفو واش دايرين هنايا شي حاجه. بسم الله. هاد الطيوره الاخوان راه حتى هي الانتاج ديالها راه ساهل، ما صعيبش بزاف، دايره بحال البيروش تقريبا. بسم الله. هاي جوج بيضات صافي. وقيلا هادي يلاه بدات، اللهم بارك. المهم راه المتوسط كتحط من 3 حتى ل 6. هذا هو ديال موين ديالو، تبارك الله اللهم بارك. ما غاديش نقلبو دابا حيت بنت لي يلاه حطاتو باقي جديد، ما غيبان ليا والو. بالنسبه للماكله الاخوان الميلونج ديالهم راه عرفتوه، والزريعه كحله. هادشي اللي كاين مزيان، الله يسخر. هاد الكوبل، هاد النتوه هادي يلاه جبتها باقيه جديده، شي 3 ايام عندها دابا. عطيتها لها الذكر هذا زوين تبارك الله. هادشي كي داير الذكر واجد كيغني كيصدعني النهار كامل كيصفر، ولكن هي مازال. هادي راه انثى حبشيه، الذكر ديالها هو نفس النوع ديال هاد الذكر. شفتوا الفرق بين الذكر والنتوه في الحبشي؟ الوجه صفر كامل، وهي الوجه رمادي. الوجه ديالها رمادي، فيه شويه مرشوش شويه بالصفوريه، ولكن باينه الانثى من الذكر. تبارك الله. هاد الخير هذا لاطاي ديالو كبيره، ان شاء الله يعطينا وليدات زوينين. الشيء اللي كاين الاخوان، هادو اللي تحت راه باقيين شناطر صغار. بالنسبه لي مونداران او طيور الزبره راه حطيت لهم العشاش، شفتيهم؟ ما تستفوا كاملين هنايا، تبارك الله. هاد التكير شحال زوينين الزبرات. هاد النوع ديال الفراخ كما كتعرفوا راه احسن خدمه ديالهم هي يخدموا هكا جماعه، احسن من كل كوبله في قفز. هكا كتحط لهم العشاش، كل كوبل كيختار السنريقه ديالو وكيفرشوها. اولا ما كيخليوهاش عريانه، كيحطوا فيها. كنحط لهم انايا هاد الخيوط، راه كان عامره هذيك السله كلشي خواب. راه كما كتشوفوا الاخوان راه فرشوا العشاش. شا الله يسخر. وكل زوج راه كيمشي للعش ديالو، ما كيتضاربوا ما والو. هذا هو الذكر شكشيتو. هاد اللوين اللي عجبني انا، شتي كي داير زوين. المهم بالنسبه لهاد الفراخ هادو راه الانتاج تيكون سريع وكيفرخوا بزاف، فهمتي؟ ما بين كل تفريخه وتفريخه يكون شي شهر تقريبا ويعاودوا عش جديد وغادي هكا. هادشي اللي كاين الاخوان. هنا كاينه واحد الكوبله ديال بيروش هوكو، ولكن باقيين صغار، متوالفين ولكن باقيين صغار. هادي النتيوه الشا، ها هو الذكير ديالها. خليهم هنايا حتى ينضجوا شويه، حيت دابا هادو ولاد شهر 3 عندهم تقريبا شي 7 شهور ما كاملاش، نزيدهم واحد الشهر ولا جوج حتى ينضجوا مزيان وندخلهم الكاز بوحدهم. هادشي اللي كاين الاخوان. الكناري قلنا ماشي الموسم ديالو دابا، فتره ديال الراحه دابا. كناري الذكور بوحدهم والاناث بوحدهم، ما نجمعش دابا الكناري نهائيا، وياكلوا ويشربوا ويدوشوا ان شاء الله حتى لشهر 2 ولا شهر 3. هادشي اللي كاين دابا الاخوان. غادي نبخروا غادي نبخروا الغرفه. ها هو البرودوي الاخوان. كيجي بحال كيجي واحد الحجره
كتباع في عند صحاب الفراخ وداكشي. هاد المنتوج سميتو برو سموك، هاهو برو سموك، كيتباع علبه وكيتباع بالديطاي، فيه واحد الريحه في شكل شمشي شمشيها. دابا ما غاديش نديرو هادي كامله، غادي نقسمو منها واحد شويه وغادي نشعلو فيه العافيه وغادي يطلق داك الدخان، نحلو الشرجم باش يتهوى صافي. وغادي كيبقى واحد نص ساعه، واحد الساعه المكانه ولا نص ساعه وكيتحيد. غنديرو غير هاد الطريف هذا. المهم الاخوان، هاد العمليه كنديرها كل 6 شهور، 2 مرات في العام. كيطهر شويه الجو ديال الغرفه وكيطرد حتى داك، كيكون بعض المرات ديك الفراشه الصغيره بوفرطوطو، كنقول لها بوفرطوطو، هاديك خايبه ما مزيانه. كتمشي ديك الحبوب للماكله وكتحط البيض ديالها في الماكله و كدير المشاكل. كنشد هاد الفري، هاد الطريف ديال بروسمو كنحطو في هاد الطويجين كنشعلو. دغيا هو تيشعل ماشي. هو بدا التبخيره بدات. يا سلام. صافي كنحطها في هنايا الوسط فرد، كنخلي الدخان يعجعج ونمشي في حالي باش ما نتخنقش. صافي الاخوان، من دازت واحد السويعات المكانه انتما ما بقاش بزاف ديال الدخان، بقى واحد شويه. الطويرات ديالنا كيشموا هذا الدخان هذا، كينقي لهم شويه الجهاز التنفسي او المجرى الهواء ديال الجهاز التنفسي ديالهم، وكينقي شويه الجو ديال الغرفه. هادشي اللي كاين. هادشي اللي كاين الاخوان. شكرا لكم على المتابعه. من بعد ان شاء الله 18 يوم او اقل غادي يبداو يخرجوا الفريخات ديال الخيسوس، الخواسيس الصغار غادي يخرجوا، وغادي ان شاء الله نتكلموا على كيفاش نتعامل مع الفريخات اللي يلاه تزالوا، شنو هو الغذاء اللي نقدم للانثى باش تطعم الفريخات ديالها. المهم الى رجعتوا للفيديوهات القدام، هادشي راه تكلمنا فيه مئات المرات، ولكن في الاعاده افاده. هادشي اللي كاين الاخوان، وان شاء الله يكون موسم ناجح وموفق لنا وللجميع، جميع المولوعين والمولوعات. وكان معكم عصفور، والسلام عليكم ورحمة الله.